السلام عليكم، كنتلاقاو بكم اليوم من جديد باش نقدم لكم حلقة جديدة من قصة مواطن. من المعروف ومن قديم الزمن باللي أهم وأحسن خبر هو الاستماع لواحد القصة كتهم أي إنسان وكتشد الانتباه ديالو وديال المستمع لعدة أشياء، منها أولا الاهتمام، ثانيا الاستفادة، وأخذ الدروس، ثالثا إثارة الشفقة، رابعا هي عامل من عوامل التسامح والعفو. كيف ما كان في أي مكان لابد له من صديق، حيث الأشياء اللي ما نقدروش نقولوها لأي قريب من الأهل كنفرغوها عند الصديق، وخصوصا إذا كان صديق من الصغر حتى الكبار. وهكذا من صغري وفي أيام المدرسة كسبت واحد الصديق كان بمثابة أخ أو أكثر. نمشيو للمدرسة ونجيو منها بزوج، كنعرف أسراره وكيعرف أسراري، وحتى العائلات ديالنا كيعرفوا بعضياتهم. بغينا نقولوا باللي في هذا الباب كل عظيم إلا ووراءه صديق، ولكن أشنا هي نوعية هذا الصديق؟ حيث كاين الصديق وكاين الرفيق، وفي الغالب ما كيكونوا رفقاء السوء والشر ماشي هما الأصدقاء ديال الخير والإحسان. هذا الشيء علاش كرم الله الوضعية ديال الصديق وماشي هي وضعية الرفيق اللي هي وضعية عابرة وديال المصلحة الضيقة. على كل حال كنزيدو نستمعوا لقصة هذا المواطن، حيث كيقول: أنا وهذا الصديق ديال الطفولة والدراسة كانت هوايتنا في القراية وحيدة ومشتركة، وهي الحساب. كنا متفوقين كتير في الحساب، وكانوا كل المعلمين والمعلمات كيضربوا بينا المثل بين تلاميذ المدرسة، وكانت أوقات اللعب وأشكاله من المستثنيات ديالنا، مع العلم بأن اللعب عنده دور في تنمية العقل وتحرير المواهب والإبداع والطاقات المخزونة عند كل طفل. وما ننساش باش نذكر باللي كنا فقراء، والفقر كيف ما كنعرفوا هو ضرورة في الدنيا، والفقر ماشي عيب ولا عار، بل هو سنة من السنن ديال الحياة، بحيث ماشي كل شيء يكون غني وماشي يكون كل شيء فقير، وكل واحد والدور اللي كيلعبوا في الحياة. هذا الفقر ساعدنا كتير على تكوين الشخصية ديالنا وخلانا نعتمدوا على نفوسنا، بحيث كنا في وقت الصيف يعني وقت العطلة أنا وصديقي كنفضلوا باش نوليو باعة متجولين. مرة كنبيعوا ما كيتسمى بالكرموس الهندي في الشواطئ، ومرة كنبيعوا النعناع في الدروبة. الحصول كنختاروا كل مكان راس مالو قليل والربح ديالو قليل ولكن مداوم. وشحال من مرة كيشدونا رجال القوات وحنا صغار، حيث عندنا الموس اللي كنا كنستعنوا به في التقطيع، وشحال من ليلة أيضا قضيناها في السجن الاحتياطي ديال المقاطعة، وكانت كتسمى في ذاك الوقت دار الخليفة. وملي كتقضى العطلة كنكونوا حنا بجوج جمعنا الفلوس ديال الكتب والأدوات المدرسية وبعض الملابس، ولو كانت هذه الملابس قديمة. هذا شكل من أشكال الصداقة اللي خصنا كنا نشجعوه ولو كنا ماشي متفقين على تشغيل الأطفال، وبالخصوص هذوك أبناء الفقراء والمحتاجين. إنما كل مجتمع خصوصياته، ولكن عموما خصنا نحميو الطفولة في كل الأحوال. والمهم في قصتنا هذه هو الحديث على الصداقة المتينة والصالحة، واللي هي موضوع القصة ديالنا في هذه الحلقة. ومن الأحسن باش نزيد ونستمعوا لهذا المواطن اللي كيضيف في كلامه وهو كيحكي لنا. كيقول: أنا وصديقي كنا كنأمنوا بالمثل اللي كيقول كل نعمة وإلا وعليها حسود أو حقود. وشحال من مرة تعرضنا لواحد العداد من المقالب، بحال واحد المرة بعض الأشرار داروا لنا في الشكوير ديالنا قطاع ديال الحشيش، وخبروا بينا الإدارة باللي حنا اللي كنستعملوا الحشيش وكنبيعوه للتلاميذ في المدرسة وحتى للراغبين فيه، بحكم أننا ولفنا البيع والشراء والتجارة وجمع الفلوس. ولكن خرجنا الحمد لله سالمين بفضل التدخل ديال المعلمين وبعض الآباء. المهم تقدمنا في الدراسة ديالنا حتى القسم البكالوريا، وبقينا متشبتين بالفكر ديال محبة الحساب والرياضيات. وكان في ذاك الوقت كندوزو 6 سنين من بعد الشهادة الابتدائية، بعد ما كندوزو لشهادة البروفي في السنة الثالثة من بعد قسم الشهادة. المهم نجحنا بامتياز، بحال كيف ما نجحت الصداقة ديالنا بامتياز وصبحات أخوة أكثر وأكبر. وهذا هو، لكن كثير ما كتكونش في صالح الإنسان الأشياء اللي ما قريناش لها حساب. الأب ديال صديقي قرر ينتقل لمدينة أكادير لضرورة إيجاد شغل ليه ولمراته، وهكذا تفرقنا أنا وصديقي بواحد الحزن وأسى كبير اللي وصل لحد البكاء. وخدا الصديق ديالي العنوان على أساس يخبرني بكل جديد. مع الأسف الشديد انقطع الاتصال وخلاني في حيرة من أمري بلا ما نعرف السبب. من بعد
تقريبا واحد 17 سنة، وخلاني في حيرة من أمري من بعد ما نعرف السبب من بعد تقريبا 17 سنة. ولكن هذا ما كانش مانع باش نكمل قرايتي في الجامعة ونجحت، وأنا الآن خدام كمدير تجاري ممتاز في واحد الشركة كبيرة، ومكلف كذلك بكل الحسابات المالية ديالها وبالمنزل الفخم ديالي وبولادي، بلا ما ننسى باللي والدي مشاو لرحمة الله شحال هادي على إثر بعض الأمراض المستعصية اللي كتصيب الوالدين، منها واحد العدد الامراض اللي داخله في اطار الشيخوخه او كبار السن او امراض كما قلت صعيب العلاج ديالها. اقبح ما كيكون هو الانقطاع بلا سبب او كيكون سبب خفي، وخصوصا بالنسبه لهاد الزوج ديال الاصدقاء اللي ما عندهمش اخوان من الابوين ديالهم، ولكن خيوط الزمن والقدر كتكون سريه وما كنعرفوش الاسرار ديالها، وكاين اللي كيظن باللي الاقدار كتمشي ضده، ولكن في الحقيقه هي في مصلحته وما كيعرف حتى يمر واحد الوقت. وهذا الشيء اللي غادي نعرفوه من خلال قصه هذا المواطن اللي كيزيد يقول في كلامه. ما نخبيش عليكم، فقدت الكثير من المفاهيم ديال الصداقه، بلا ما ننسى صداقتي لهذا الشخص اللي بديت به القصه ديالي واللي عرفت معاه الحلوه والمره والفقر والحاجه، ولكن بلا ما يكون عنها اي اثر سلبي. المهم بفضل العمل الجديد ديالي استطعت نكسب معارف كثيره في جميع مدن المغرب، وكنقول معارف ماشي اصدقاء، حيث المعرفه كترتبط بالمصلحه الشخصيه ديالو، بينما الصديق كيكون خالي من المصلحه الضيقه، بل في بعض الاحيان كيسبقك انت عليه ويسعى الهناء ديالك. واحد النهار من ايام الله شافت اداره الشركه الكبيره اللي انا فيها باش ترسلني لمدينه اكادير لغرض تجاري لواحد المده طويله نسبيا، حيث هذه المهمه ما يقدر يقوم بها غيري انا. المهم جمعت كل حوايجي الشخصيه ومشيت لمدينه اكادير قصدها، اللي ذكرتني مره اخرى بالصديق القديم، عاد الذكرى اللي رافقتني على طول الطريق اثناء الاقامه ديالي فيها هذه المدينه السياحيه الجميله. وكل انسان الا وكتكون عنده شي حاجه عزيزه عليه وكيفضلها كثير، اما انا كنت شغوف محب كثير للفاكهه ديال البنان، هذه الفاكهه اللي كان لها فضل عليا وعلى الصداقه ديالي لهذا السيد اللي ذكرت في المقدمه ديال قصتي. وهكذا في مره من المرات تشهيت كثير البنان وانا غادي في الطريق، تشهيت كثير البنان ما عرفتش علاش، ولكن تحركت عندي رغبه وانا غادي في الطريق. ظهر لي واحد البائع متجول عنده كروسه فيها بعض انواع الفواكه ومن ضمنها كان البنان، وقصدته. سبحان الله، كل شيء في الدنيا الا وعنده سبب، في بعض الاحيان ما كنعرفوش الجوهر ديال السبب، ولكن كنمشيو ليه باراده او بغير اراده والنتيجه كتكون في صالحنا. هذا الشيء ما اكتشفناه في نهايه هذه القصه ديال هذا المواطن اللي كيزيد كيقول: توقفت عند البائع الجوال اللي باقي شاب، انما رحب بيا بواحد الطريقه ما فهمتش المكنون اللي فيها. خديت البنان ومشيت على اساس نرجع عنده في الغد. وفي الاوتيل بدات الملامح ديال هذاك البائع الجوال كتظهر وتتبان، وما نخبيش عليكم فقط في نص الليل كنغوت وكنقول: واو اش اكتشفت، واش خطر ببالي في ذاك الوقت من الليل. باختصار البائع الجوال هو صديق الطفوله واللي تكلمنا عليه في هذه القصه، ونصارحكم باللي طار عليا النعاس وبطا عليا امتى يجي النهار، وشحال كانت هذيك الساعه طويله 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 طويله. باختصار تلاقينا، كان كيتكلم معايا وانا كنتاكد من الملامح ديالو، وبدا كيحكي لي قصته الحزينه كيفاش حتى والديه توفاو وبقى هو وحده كيصارع دوير الزمان، وانا كنستمع ليه باهتمام وكنتبسم، وما كان عليه الا سولني على سر هذيك الابتسامه او الضحكه ديالي، وكان الجواب ديالي هو تعنيقه فقط. والله ما حسيت حتى الدموع سالوا مني بلا شعور. المهم تعرفنا على بعضنا، وما نخبيش عليكم صديق الطفوله وبلا ما يشعر قلب الكروسه بكل ما فيها وبقى كيعلم. كنقول كل حاجه كتجي في وقتها، ما تسبق ما تاخر، ولكل كتاب اجل. هذا الصديق ما نساش صديق الطفوله، وفضل الاتصالات ديالو والمعارف ديالو استطاع باش يوجد لصديقه واحد العمل مشرف. وكيختم بالقول: كيجيب لي الله باللي وصلت لنهايه الطريق ديالي ونجزت المهمه اللي بها تخلقت. هو صديقي بخير وعلى خير، خدام وعمل البيت ديالو وتزوج، وهو الان كينتظر باش يكون اب لطفل او طفله. ونقول لكم راه ما كاين ما احسن من الصداقه، كتنفع في المستقبل، خاص غير اللي يعترف بها حق المعرفه. وهذه هي قصتي في الحياه، وحتى نلتقوا بكم قصه جديده من قصه مواطن. كنقول لكم الى اللقاء غدا ان شاء الله، مع تحايا انور حكيم.